السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم وصفة الحلبة بالعسل او المفتقة او الحلبة المعقودة، كل دي اساميها حلوة جدا ومفيدة ومغذية والولاد بيحبوها. اول حاجة انا بجيب السمسم ني ابيض وبحمصه في البيت، النتيجة بتاعته بتبقى احسن. طريقة التحميص طبعا سهلة جدا، بفضل حطاه كده واقلب فيه، ما سيبهوش خالص لحد لما لونه يبقى ذهبي زي ما انتم شايفين. في الوقت ده كده انا خلاص عملت السمسم. هحط بقى الحلة اللي انا هعمل فيها الحلبة. بصي، هي الطريقة الاصلية بتاعتها بتبقى المكونات اكتر من كده، انا مقللة بس النتيجة هتبقى ان شاء الله روعة. دول كوبايتين ونص دقيق ابيض، نفس الكوباية هتعايري بيها الزيت كمان، ودي كوباية وربع زيت بس. هي الاصل بتاعتها اللي انتي بتحطي الدقيق قده زيت، بس انا حاولت اقلل، حطيت نص كمية الدقيق زيت. دول هيعملوا 2 كيلو عسل اسود. كوبايتين ونص دقيق ابيض عليهم كوباية وربع زيت. ولو بتحبي الحلبة خفيفة حطي كوبايتين بس دقيق، انا بحبها تقيلة شوية، حطيت كوبايتين ونص. وهحطهم على النار وهفضل اقلب فيهم كده كأني بعمل بشاميل. هيتحمروا شوية ومش هسيبهم، هتبقى ايدي فيهم على طول. وفي الوقت دوت لما احس ان هما لونهم بقى ذهبي، هنزل بمعلقتين حلبة، معلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده، حلبة مرة مطحونة بتتجاب من العطار. ودي حوالي نص كوباية، كوباية الا ربع سمسم كده، وبرضو قدهم سوداني، كل السوداني والسمسم محمصين. هقلب برضو فيهم شوية كده، وبعد كده هنزل ب2 كيلو عسل اسود عليهم. وانا بنزل بالعسل براعي ان انا افضل اقلب فيها عشان ما تكلكعش، وهستمر بالتقليب لحد الحلبة ما تغلي. بصوا بقى، هنا كانت الحلبة بدأت ان هي تغلي زي ما انتوا شايفين. عايزاكم في المرحلة دي تاخدوا بالكم جدا، لان لا قدر الله لسعتها وحشة جدا. ودول شوية عسل كنت بصفيهم من الصفيحة بتاعتهم. هقلب بقى فيها كام تقليبة كده لحد لما اتأكد ان مفيش اي تكتلات. بصوا بقى انا هعمل ايه. انا دلوقتي هطفي البوتاجاز عندي، بس البوتاجاز ده كهربا فبتفضل العين سخنة في فترة، فلما هطفي عليه هيفضل يغلي شوية. انتي لو البوتاجاز غاز سيبيه النار هادية عليه كده فترة حوالي 10 دقايق. بصوا انا يا دوبك سبته شوية، بس يا دوبك وقف غليان، هو لسه سخن جدا. بس بصوا تقلت ازاي. هغرف لكم دلوقتي ماء منها طبق، وشوفوا الجمال واحكموا انتوا بنفسكم. الله يا بنات، لو جربتوا الحلبة بالطريقة دي تحفة. وكمان يعني مش بتعمل حرقان في المعدة كده ولا بتتعب، لان كمية الزيت اللي فيها قليلة، وكمان احنا محمرناش الدقيق قوي. ولو عندك ولاد صغيرين هيحبوها جدا، ولو بتعاني برضو من النحافة هتفيدك جدا. ولكن اصحاب الوزن الزيادة ما انصحكوش تاكلوا كتير فيها. بصوا ده شكلها، ولسه كمان لما تبرد هتتقل اكتر وهتبقى حلوة جدا ومناسبة للسندوتشات. بصوا ده القوام بتاعها دلوقتي وهي لسه سخنة. كل لما بتبرد وبتتساب شوية في التلاجة بتلاقوا القوام بتاعها زي النوتيلا. بتمنى تكون وصفتي عجبتكم وتجربوها، لان الحلبة بتبقى جميلة جدا في ايام السقعة دي. شكرا للمتابعة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.